صباح الخير الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وليداتكم بخير؟ اموركم هانيه؟ الامهات ديالنا كاملين اش كتعاودوا؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. والله يفرحنا اختي، كنتسناو كنترقبوا اختي النتائج ديال وليداتنا. الله يفرحنا ويفرحكم كذلك بوليداتكم، ونتمناو الافراح والمسرات كامله تدخل البيوت ديالنا. اختي بغينا نفرحوا وبغينا نشطوا مع وليداتنا، لان كاملين شادانا اختي الخلعه وشادانا واحد المهم هازين الهم النتائج ان شاء الله اللي غادي تكون ان شاء الله من هنا تقريبا نقدر يعطوها لهم قبل من العيد. المهم اختي، الله يسمعنا خبر الخير. وتعالى اختي معايا كما كتشوفي في الصوره، غنشارك معك اختي مع الفطور ديالي. فقت الصباح ما لقيت لا خبز لا بطبوط، الثلاجه خاويه، اللي شاط ليا ديال الخبز كنحطو في الثلاجه ما بقى والو. قلت والله تنحداق، انا كيعجبني الصراحه نفطر بالمسمن، انا من عشاق المسمن على الصباح. وولادي تا هما، خصوصا الحرشه المرتبه الاولى عندهم مع الفرماج. راني شرت لكم في الفيديو الاخر كنقول لكم الا كان الفرماج تيبغيو الحرشه، لما كانش ما كيبغيوش ياكلوها ليا. هادشي علاش اختي انا قلت والله تنحداك غنجيب هذاك الباريزيان، يا ربي تسمح لي واخا كنتشهاو مره ولكن كتبقى شي حاجه ديال الدار كتكون احسن. وكتشبعي اختي وكتشبعي وليداتك. طيبت غير شي شويه ديال المسمن، ما كترش، ما درت غير شي 8 ولا 10 المسمنات. وهنا كما كتشوفي راه الزبده بلديه ضروري كنفطر بها هي والكونفيتير، وبنتي وولادي كيبغيو الفرماج. ايوا هادشي اللي كاين البنات، اللهم اديمها نعمه وحفظها يا ربي من الزوال. مره الانسان خاصو تا هو يعطي راسو، تا هو يدلع راسو ويعطي شويه ديال تهلا في راسو. يعني الفطور ماشي اللي كان ولا باش ما كان يقضي. حاولي ما امكن الا عندك غير دقيق راه كتختارعي وكتبدعي. يعني في الفطور ديالك ماشي بالضروري يكون عندك شي حد عاد تنوضي ديري الكوتي وتضربي تماره عليه. لا اختي راسك تا هو راه عزيز وغالي، تهلاي في راسك هو الاول. ايوا هادشي اللي كاين. انا راه كلشي باقي ناعس، غير انا والبنيات الصغيره اللي فايقين. صافي البنات كما كتشوفوا الزبده بلديه انا كندهنها كندهنها فوق المسمن وكندير الكونفيتور وكناكلها. المهم هذه هي اللذه ديالي. هذاك الفطور ملي تيكون بالمسمن تيكون يا سلام، عندي كيرجع ليا المورال ديالي. وهنا اختي البنوته ديالي هي كنبرد لها اتاي وكنعطيها وكندير معها شويه الخاطر. وهادو هما الدراري ضروري اختي من الخاطر وتصبري، اجرك عند الله سبحانه وتعالى، حتى حاجه ما سهله. هادشي اللي كاين البنات. ضروري الصبر على اي حاجه، الصبر في الخدمه، الصبر في الدار، الصبر على الوليدات، الصبر على اي حاجه. ضروري اختي تصبري وتدوزي. الا بقيتي تتحكري غتعصبي، الا بقيتي كتبحثي على المعلومه غتمرضي. المهم تلقيها في يد الله وصافي، وخليها خليها واحد، خليها سارحه، ما تبقايش تسولي عليها وصافي. راه لا راحه في الدنيا، تنقولك ما عمرنا نرتاحوا ولا تيقولك انا عايش هاني وبخير والسعاده، راه تيكذب عليك. هادشي اللي كاين البنات. شوف اختي الشوكولاته راه كليت البارتي الاول درت فيه الزبده والكونفيتير، والنص اختي ديال المسمنه كناخذ مسمنه كنقسمها على جوج، النص الثاني درت فيه الشوكولاط. وهاد الشوكولاته البنات اللي شاركت معاكم راني حطيت لكم فيديو قصير عليه، ما زوينش الصراحه. هذيك البواطه الصغيره هي اللي كتكون زوينه، اما هاد الثانيه اللي داروها حجم عائلي راه تصوري جمدات ليا كامله. يعني باش تعرفي راه غير السكر، الجوده ديالها والو زيرو، ما تشريوهاش. انا حطيت لكم فيديو ولكن ملي بقات معايا مده طويله شوفي كي ولا كل جمد، راه مديرهاش في الثلاجه. ايوا الا هنايا اختي فطرنا جمعنا الميعنات، يلا اختي معايا نطيبوا واحد الغديوه اللي ما فيها والو، كتجي بنينه ولذيذه. ضروري في الاطباق ديالنا اختي نديروا شويه البريس شويه ديال الزواق باش انتي تاكلي بواحد الحاجه اللي كتحل الشهيه. ها انتي الدجاج اللي عندي في الدار هو اللي غادي ندير. ما خديت دجاجه، ما خديت نص دجاجه، كان عندي غير شويه دجاج. درت فيه العطريه، شويه السكينجبير، شويه الخرقوم مليحه، شويه الثومه، شويه الربيع، شويه ديال الابزار، شويه الخرقوم. ضروري باش تجينا هذيك اللون ديالو يكون صفر. الخرقوم طحني على يديك، المهم عطريه كامله طحني على يديك. واختي شحري مع بصيله وزويته زويته بلديه اما الروميه اللي عندك، وديريها اختي فوق البوطه. ومن بعد ما يتشحر ضيفي عليه الماء، طيب الدجاج وخليه يطيب. وضروري شويه الحامض المصير باش كيجي بنين ولذيذ. وهنا قطعت اختي البطاطا، كنقطعو اختي البطاطا على هذا الشكل، من بعد غنقليوها. وخبز الدار اختي ضروري خبز الدار يكون عندك اختي. الا تحت لك الفرصه وكان عندك الفران طيبي خبز ديال الدار راه كيشبع وصحي حتى الوليدات. وهنا غادي نمشي معاك نصيب واحد الكيكه الكوتي شاعل شاعل الفران. قلت نضرب عصفورين بحجره واحده. غناخذ اختي الخلاط الكهربائي
وغناخد اختي 4 البيضات كما كتشوفوا، قبيصه ديال الملحه، كاس زيت، كاس حليب، 4 المعالق ديال السنيده يكونوا كبار، وغنطربوا كلشي اختي على هذا الشكل كما كتشوفي حتى يولي خليط ابيض. وكديري لي كتضيفي لي بطبيعه الحال الدقيق، 5 المعالق وجوج خمارات في الاول على هذا الشكل، ضروري اختي تغربليهم باش كتحصلي على واحد النتيجه، كيكون الكيك عندك اسفنجي صافي. كتطلعي بالخلاط اليدوي يعني بهذه الطريقه هذه حتى كتمازج المكونات، وكتضيفي 5 المعالق ديال الفورص المره الثانيه كما كتشوفوا على جوج دفعات. حاولي ان الدقيق ما تلتزميش ب10 المعالق، يعني يقدر ياخذ لك غير 8 او 9. المهم الخليط ديال الكيك راه معروف ما يكونش عاقد وما يكونش جاري. وكما كتشوفي ضروري في الاخير كاع كتضيفي واحد المعلقه ديال الخل باش تجي الكيكه طالعه ومفشفشه من الداخل على هذا الشكل. القوام راكم عارفين القوام ديال الكيكه هي انك تصور لكم الرقم 8 على هذا الشكل، وكتاخدي جوج جبابن وكتقسمي ديك الكميه على هذا الشكل، كتكون ساويه الكميه. حاولي ما امكن ان جبانيه جبابن بجوج يكونوا متساويين نفس الكميه على هذا الشكل. وهنا البنات بقات لي واحد الكميه تشوفوها معايا، غنزوق بها من الفوق الكيكه، غندير لها واحد الشكل زوين رخامي غنشاركو معكم. وهنا اختي خديت واحد الاطار، ماشي مهم الاطار كما كان عندكم مربع او دائري، كما كان راه قاضي الغرض، غير ما يكونش كبير بزاف. هذا راه متوسط المول العادي ديال الكيكه اللي كنخدموا به على هذا الشكل هذا، ما صغير ما كبير، متوسط الحجم ديالو. كما كتشوفوا دخلتها للفران بطبيعه الحال مشعول، العافيه ديالو تكون من التحت على 160 درجه، وملي كطيب كتشعلي لها من الفوق. وها هو اختي السر في هذه الكيكه كي كتجي واعره، هو هذا الكونفيتور الجاري ديال الحلوى. خديت واحد 3 المعالق ودرت معاهم ساشيه ديال الكاكاو. كما كتشوفوا راني كثرت الكميه ديال الكونفيتير. ما كرهتكمش ديروا غير 2 معالق باش ما يبقاش يسيل لكم من الجناب. من بعد اختي ما درت هذاك الكونفيتير مع كاكاو وزعته على هذا الشكل، راه كنضيف هذيك الكميه ديال الخليط ديال الكيكه اللي خليته في الجبانيه. حاولوا ان حتى شي بلاصه ما تبقى باينه ديال الخليط ديال الكونفيتير والكاكاو، كلشو غطيوه بالتساوي على هذا الشكل صافي البنات. ومن بعد اختي كما كتشوفوا الطريقه راها باينه، ما تخليو حتى شي بلاصه ما وصلهاش الخليط ديال الكيك على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. وهذاك شويه ديال الخليط اللي بقى ليا خليته في الاناء اللي قلت لكم غنزوق به، درت معاه شويه ديال الكاكاو غبره يعني ديال العبار. وغادي ندير به هاد الشكل هذا باش نحصل على شكل رخامي بحال الشكل ديال الزليجه، تيجي زوين هذاك المنظر. غنشاركو معكم في الاخير. وهنا اختي الدجاج راني حيدته من الكوكوط من بعد ما طاب وصفيته فوق واحد الصفايه، وغناخد لا شابلور اللي كيتباع بطبيعه الحال عند العطار على هذا الشكل، وشويه ديال المرق ديال الدجاج ضفت عليه شويه ديال الماء باش ما يبقاش لينا عاقد الخليط، وكيتهز معنا لا شابلور بواحد الكميه كثيره على هذا الشكل صافي البنات. وغادي نمشي اختي معاكم باش نوريكم البطاطا اللي سلقتها، راها قليتها هادشي كامل غير باش نزوق من الفوق، راك عارفين الدراري. وهنا الدجاج راني كنقليته هو في الزيت، تنحمروا شويه. ضروري اختي نلعبوا على الديكور والبريستيج، ماشي بالضروره اختي يجي عندك شي حد، ماشي بالضروري يكون جاي عندي شي حد عاد نقاد ونزوق ونحمر. اختي عا مع وليداتك وبرعي راسك وبرعي وليداتك، وكتحلك حتى الشهيه من تيكون واحد البصيل اللي كتصايبيه بالتاويل وواحد الديكور اللي هو كيكون مختلف. الوليدات تاكدي انهم تياكلوا وكتحلي بالشهيه. وهنا اختي انا غادي نوريك، ما شاركتش معاك، نسيت ما شاركتش معاكم اختي الخضره نسيت المقطع اللي بغيت نصورو ما صورتوش، بقيت كندير لاباري كنسحب راسي كنصور وانا ما كنصورش. خديت اختي الخضره وصوطيتها على هذا الشكل، باقا غنشاركها معاكم. خديت بطاطا وخديت اللوبيا وخديت هذاك الشيفلور حتى هو، وسديت عليه في الكوكوط على نار مهيله، درت معاه شويه الزعتر شويه ديال الزيت البلديه وشويه الخرقوم اختي صافي. كتحصلي على هاد الخضره مصوطيه وناشفه، وكندير معها كاس ونص ديال الماء، كنحطها فوق البوطه حتى كتصفر، وكنقص عليها مده ديال 25 دقيقه
تقريبا حتى ل30 صافي وكنحصل عليها بحال هاد الشكل هذا، كتجي بنينه ولذيذه وكتبقى واقفه ما كتعجنش. وهذاك المرق راني شفتوني كيفاش درتو من الفوق ودرتو في هذيك، درتو في هذيك الجبيبينيه صغيوره الشكل ديال الريستورات اختي، علاش لا. وهنا كيكايه باقا سخونه خرجتها في نفس الوقت اللي طاب ليا الغدا، طابت ليا حتى كيكه. الخبز راه خلاص راه طيبته هو الاول، وهنا كنحاول نشوف واش لاصقه ليا في المول ولا لا. ما لقيتها ما لاصقاش، ولكن باقي سخون، غنحاول نشاركها معاكم. واخا باقا سخونه هي من الاحسن حتى كتبرد. شوف اختي كيفاش كتجي على طبقات، جوج طبقات، وحده من الفوق وحده من التحت. كتجي غزاله ورطبه وبنينه ولذيذه بهذاك الكونفيتير. بنت غير جربوها والله لا غتحماقوا عليها. والمقادير راك شفتوها اقتصاديه، غير الديكور وهذاك الكونفيتير هو اللي كيجيدها واحد البنه وواحد اللذه. وهنا اختي ها هو الطبق ديالنا، شاركته معكم وبالصحه والراحه الغدا. مشيت اختي من بعد ما تغديت وارتاحيت اجي نشارك معك اختي الكوتي. يا اختي الكوتي ديالي ضروري، هاد البريسه ديالي انا خاصه، هادي ضروري في العشيه كندير قهيوه. كناخد اختي كنرجع بها اختي الكانه وكنشربها بواحد اللذه، كنصايبها واعره واعره. انا اختصاصيه في هاد القهوه، كنصايبها اختي ما قاصحاش بزاف ولكن كتجي واعره. انا طاحنه القهوه كنت كناخذها كنشريها، دابا خديت غير القهوه وطحنتها وكتجيني اختي ما نقولش ليك بحال شكل كابوتشينو. كنضيف كندير لاموس هي الاولى، كنصايب الحليب كما كتشوفوا. راه عندي حتى لافابور، كدير ليا لافابور وكتعصر ليا القهوه في نفس الوقت. وها هي اختي كيكه غادي ندوز بها القهيوه ديالي. كتجي واعره البنات صدقوني، غير جربوها. شوفوا هذاك التعليكه ديال داك الكونفيتور كتجي من داك الشيء الرفيع. واختي دوزو بخير وخليت لكم الراحه وبارطاجيو اختي مع العائله والاحباب. واش ما كنساهلش منكم واحد لايك اختي؟ راه كتنساو ليا لايكات ديالكم الغزاله، ودعمكم وتشجيعكم راه هو اللي غادي يوقف معايا. ما تنساونيش اختي ودوزو بخير.